لو عايز تخرج خروجة عائلية وتخلي أسرتك كلها مبسوطة وسعيدة وتشوف حيوانات كتيرة غريبة ومستوردة وأنواع فصائل فعلا فريدة، وتتمشى مع المعيز اللي لما تشوفهم تفتكر المعزة بتاعت بكار رشيدة، وديوك وفراخ غريبة عاملة سشوار في شعرها وعليها حتة تغريدة، وكمان كافيهات ومطاعم قعدتها حوالين النافورة يتكتب فيها قصيدة. كل الكلام الجميل ده هتلاقيه في حديقة الميريلاند في مصر الجديدة. تعالوا نشوف كل حاجة مع بعض بالتفاصيل والأسعار كلها. يلا بينا. في البداية بس زي ما قال لكم طائر البطريق كده بالظبط، دي قناتكم ريفيوهات الرحلات اللي بتهتم بريفيوهات الفنادق والرحلات وأماكن الخروج في مصر بكل مميزاتها وعيوبها. فلو مهتم بالكلام ده ما تنساش دوس سبسكرايب جنب طائر البطريق اللي بيبص لك تحت ده، ويلا بينا نكمل الفيديو مع بعض. في الجزء ده هنتكلم عن حديقة الحيوانات الجديدة في الميريلاند ونشوف تفاصيلها وأسعارها والحيوانات الغريبة اللي موجودة هنا، وبعدين نشوف الاريا بتاعت البحيرة والنافورة الراقصة الكبيرة اللي هنا اللي اتعملت بعد تطوير الحديقة، ونلقي نظرة كده عن الكافيهات والمطاعم اللي حواليها وأسعار حبة منها. وهبقى انزل لكم جزء تاني بقى بالحديقة نفسها لأنها تطورت بشكل لافت للنظر، يعني في خلال سنة بقى فيها كل ما تتخيلوا من اكتيفيتي، حاجة محترمة جدا. فعشان الفيديو ما يبقاش طويل هنزل لكم جزء تاني بيها وهنشوف كل الاكتيفيتي اللي بقت موجوده هنا، والرسم على الفخار وحلب الالوان والعربيات اللي قدامكم دي اللي بتعلم الاطفال السيفتي ويلبسوا خوذه وفيست ويعيشوا حياتهم فيها، والملاهي برضو اللي فيها العاب تناسب الشباب، والكيدز اريا بتاعت الاطفال، والمطاعم والكافيهات اللي موجوده هنا غير بتاعت النافوره والبحيره اللي هنشوفها في الجزء ده، وكل حاجه موجوده هناك هنشوفها. اول حاجه بالنسبه للوكيشن، حديقه الميريلاند موجوده في اليوبلس مصر الجديده، والباركنج بتاعها من شارع الحجاز، وليها مدخل تاني من غير باركنج من شارع الفتح. خلينا نشوف الباركنج بتاع الاريا بتاعت الكافيهات والمطاعم. في باركنج برايفت للاريا بتاعت النافوره والمطاعم والكافيهات لوحده، وفي باركنج تاني للحديقه نفسها. اللي قدامكم ده الباركنج بتاع النافوره والمطاعم والكافيهات اهو. بالنسبه للباركنج ده فري عادي من غير تيكت، والباركنج كبير زي ما حضراتكم شايفين كده ومساحته جميله. وهنرجع نشوف الاريا بتاعت المطاعم والكافيهات في الفيديو ده بعد ما نشوف حديقه الحيوانات الاول اللي موجوده في حديقه الميريلاند نفسها. بعد الباركنج بقى بتاع الكافيهات والمطاعم بتمشي شويه صغيرين بالعربيه بتلاقي الباركنج بتاع الحديقه نفسها في نفس الشارع، شارع الحجاز، والمدخل اهو قدامكم. الباركنج هنا مساحته معقولة، أصغر من بتاع الكافيهات والمطاعم بشوية. بالنسبة للتيكت بتاعه أول ساعة ب15 جنيه وأي ساعة بعد كده ب10 جنيه، يعني أنا شايفه استغلال شوية لأنك هتقعد عدد ساعات كتير هنا لأن الحديقة مليانة أكتيفيتي زي ما هنشوف في الجزء التاني مع بعض. وممكن تريح نفسك خالص وتركن بره، وهتلاقي ركنات بره كتير جنب مدخل الباركنج بالظبط، وفري عادي ومش ممنوع زي ما حضراتكم شايفين اليافطة كده، مفيش مشكلة، وأنا بفضل كده أصلا لأن جوه هتفضل تعد الساعات والمسافة مش فارقة كتير بره عن جوه يعني. تعالوا ندخل الحديقة بقى ونخش في المضمون على طول. ده المدخل بتاع شارع الفتح، حديقة الحيوانات قريبة ليه، لكن لو هتدخل من الباركنج هتمشي جوه الحديقة شوية لحد ما توصل هنا. وزي ما انتم شايفين في كافيه صغير شبابي كده اسمه على الباب، وفي عربيات أطفال بتتأجر هنا هكلمكم عليها في الجزء التاني، بس تعالوا نشوف الحيوانات الأول. ده مدخل حديقة الحيوانات أهو. حديقة الحيوانات هنا اسمها جانجل جوي. حديقة الحيوانات اللي هنا هتشوف فيها حيوانات جميلة ومستوردة مش هتشوفها في حتة تانية في مصر بالشكل ده، وفي تيم هنا لابس يونيفورم موحد بيلف معاك يكلمك عن كل حاجة موجودة هنا. كلهم شباب محترمة ما شاء الله عليهم زي ما هوري لحضراتكم دلوقتي. فالسيستم هنا مختلف عن أي حديقة حيوانات تانية. سعر التيكت ب100 جنيه للفرد، والأطفال أقل من سنتين فري، ومسموح لك تدخل وتطلع من الحديقة براحتك. يعني ممكن تدخل الصبح وبعدين تطلع تلف في حديقة الميريلاند شوية وتاكل وتظبط حالك وتدخل تاني عادي. موعدها مفتوحة لحد الساعة 12 بالليل عادي. هي التيكت بس بتاعها غالي شوية، بس السيستم اللي هنا هيعجبكم جدا. بيدولكوا اكل الحيوانات انكلودد في سعر التيكت عادي، يعني كل فرد ليه كوبايتين اكل حيوانات خضرة كده زي ما حضراتكم شايفين. تعالوا بقى نشوف حبة حيوانات موجودة هنا عشان تبقوا عارفين الحيوانات اللي هنا برضو. خلينا نبدأ بالمعيز الكيوت اللي انتوا شايفينهم دول. أول حاجة المعيز هنا منطلقة كده، تحس انك في جو فارم نظيفة كده وفيها رعاية، مش حديقة حيوانات خالص. منطلقين واخدين راحتهم على الآخر زي ما حضراتكم شايفين كده بالظبط قدامكم. وممكن بقى تشوفوهم من بره عادي خالص وتأكلوهم لو مش عايزين تحتكوا بيهم يعني، مع انهم مش مؤذيين خالص. وممكن تدخلوا لهم جوه وهم هيجوا لحد عندكم يرحبوا بيكوا زي ما حضراتكم شايفين كده، ويستقبلوكوا عندهم احلى استقبال، يحسسوك انك صاحبهم واخد عليهم كده من فتره. والمعيز هنا طيبه واليفه جدا، وانصحكم تخشوا جوه عندهم بيبقى جو حلو جدا. وفي واحد من التيم طبعا بتاع الحديقه اللي قلت لكم عليهم في الاول بيخش معاكم جوه عادي عشان لو قلقانين برضه او حاجه يعني. وهنا في حمام برضه اهو بيوريه لنا زي ما انتم شايفين كده. الراجل بيوري لنا حاجه معانا وبياخد معانا جوله كامله، وهو رايح يجيب لنا حاجه من القفص اللي جنب المعيز يوريها لنا برضه. وزي ما قلت لكم التيم هنا شباب متعاون ومحترم جدا. تعالوا نشوف معاه ايه بقى مخبيه ورا ظهره كده.
اللي انتوا شايفينه ده بقى ولا هو فار ولا هو ارنب، ده هجين بين فار وارنب مطلع الجمال ده سبحان الله. وده من ضمن الحيوانات الغريبة اللي موجودة هنا، شكله جميل جدا، لونه مختلف والشعر بتاعه ناعم كده زي الحرير، يعني مجرد لما تطبطب عليه هتحس براحة نفسية كده من ملمس شعره سبحان الله. هم هنا عندهم حبة أنواع حيوانات غريبة كده هوريها لكم معظمها دلوقتي، صعب تلاقوها في حتة تانية في مصر زي ما قلت لكم في أول الفيديو. تعالوا نشوف حاجة تانية برضو. في هنا عشة فراخ بقى فيها أنواع ديوك وفراخ غريبة. أوبا بصوا اللي طلعت لنا دي، فرخة تحسها لسه طالعة من عند الكوافير، وادي أختها التانية اهي شكلهم تحفة بجمال قوي، والراجل هيحاول يجيبها لنا كده مساكة اهو الحمد لله. تعالوا نشوفها من قريب برضو. بصوا عامله ازاي سبحان الله، شكلها جميل جدا جدا، يعني تحسها عامله واحد سشوار في شعرها ما حصلش حاجه كده، قول الله على الاخر. وبرده لما تحسس عليها زي الحرير، شكلها عاجبني قوي، تحسها حاجه كده الستقراط، وطبعا دي مستورده برده. في برده هنا ديوك رومي مجموعه لطيفه كده، وشكلهم لسه واخدين شاور طازه زي ما حضراتكم شايفين كده، وممكن برضو تاكلوهم الخضره دي. بصوا الوانهم حلوه منقطين بابيض كده لما تشوفوهم من قريب، وفي منهم انواع واشكال والوان مختلفه برضو، حاطينهم مع بعض كلهم في قفص واحد. وادي واحد بيجري ورا التاني اهو عشان في اكل في بقه عايز ياخده منه، يعني بصوا مش سايبه في حاله، مع انه لو جه هناكله عادي، بس هو حاطط عينه على اللي في بق اخوه. يلا ملناش دعوه محيي، هنا كل واحد في حاله. تعالوا نكمل بقى مع بعض. في هنا غزلتين جمال قوي من اللي بيحبهم الاطفال دول، ممكن تاكلوهم برضو عادي، وهم عاملين كراسي عند الحيوانات عشان الاطفال الصغيرين يقفوا عليها ويطولوا ياكلوا الحيوانات، فدي حاجه محترمه قوي بصراحه هنا برضو، عشان كده عاملينهم لازقين قوي جنب بيت كل حيوان طويل، وبرضو اللي حابب يقعد يريح عليها شويه مفيش اي مشكله. تعالوا نسيب الغزاله بقى ونروح نشوف حاجه تانية مع بعض برضو موجوده هنا. في هنا برضو مجموعة بط ووز وبجع كده، شكلهم برضو واخدين نفس ذات الشاور اللي الديوك الرومي واخداه، شكلهم مهندم ونضيف كده والوانهم زاهية زي ما حضراتكم شايفين. تعالوا نشوف حاجة تانية. هنا بقى برضو من ضمن الحاجات النادرة اللي صعب تشوفها في حتة تانية، حيوان الكانجرو. ده طبعا صعب انك تشوفه في اي حديقة حيوانات تانية، يعني يعتبر من الحيوانات الغالية وبتحتاج بيئة معينة تعيش فيها. في منه البني وفي الابيض اللي هناك ده، وهلف اوريهولكوا دلوقتي من قريب برضو. في برضه هنا نسناس اهو شقي حبتين، وده مش عارف ده ايه ده بصراحة، هو حيوان نايم ومديها الحنان، فبلاش نزعجه خليه نايم ونرجع للنسناس تاني. هنا مفيش قرود كتيرة، هو ده وفي نسناس تاني عند بيت الزواحف هنشوفه دلوقتي. وده الكانجرو الابيض اهو اللي قلت لكم عليه من شوية، وده طبعا مش من هنا، ده استرالي على كلام التيم اللي بيلفوا معانا برضه، لونهم ابيض زاهي كده وشكلهم جميل جدا، وحجمهم صغير شوية مش كبار يعني، بس ده ما بياكلش خضرة طبعا، ده ليه اكل برايفت ليه هنا لوحده. تعالوا نشوف الكلاب بقى. في هنا 3 كلاب كده شكلهم جميل وانواعهم مختلفه، وفي واحد منهم بيطلع يلف في الجنينه مع الناس هوريهولكوا كمان شويه. في هنا لاما برضو جنب الكانجرو على طول، وقفتها رشيقه كده زي ما حضراتكم شايفين قدامكم، وقدامها كرسي برضو هي عشان الاطفال الصغيرين يطولوا ياكلوها. تعالوا نسيب اللاما بقى ونشوف حاجه تانية برضو قبل ما اوريلكم بيت الزواحف اللي موجود هنا. في هنا باني اهو او حصان صغير، ممكن تاخدوا بيه لفتين، بيبقى التيكت بتاعه ب50 جنيه وتاخدوا بيه لفتين في حديقه الحيوان كلها. وجنبه في حمار اهو برضو متدلع على الاخر، هنا لا بيشيل حاجه بره ولا بتاع. وجنبه في نعام برضو اهو، هما نعامتين هنا اهو حجمهم كبير، وممكن تاكلوهم الخضره دي عادي اللي بيديها لكم لما بتدخلوا، بس لو في اطفال صغيره ما تقربهمش قوي عشان ساعات بينقروا شويه بمنقرهم. تعالوا نشوف برضو في ايه هناك برضو. في هنا حصان كبير اهو التيكت بتاعه ب 30 جنيه لو عايزين تاخدوا بيه لفتين برضو زي الباني. تعالوا نشوف برضو حاجه تانية موجوده هنا. في فراخ سودا كده هنا شكلها غريب شويه، الفراخ دي لونها اسود بيلمع كده زي ما حضراتكم شايفين، ولحمها كمان كله اسود، يعني لو كلتها لون اللحم بتاعها اسود كله. بيسموها لامبورجيني على اسم العربيه اللامبورجيني، لانها غاليه جدا بتوصل ل $200 على كلام التيم اللي هنا، برضو سعره خرافي يعني. في برضو ديك هنا شكله مختلف والوانه جميله جدا زي ما حضراتكم شايفين كده، طالع من نفس السشوار بتاع الفرخه اللي شفناها في الاول، والقصه بتاعته نازله على وشه. الراجل هيوريلكم وشه اهو، حاجه الاجه خالص يعني. وفي ارانب برضو كيوت اهي. فبيت الفراخ والديوك هنا جميل جدا، في انواع جميله قوي زي الفرخه بتاعت السشوار اللي قدامكم اهي، والديك ده، والفرخه السودا اللامبورجيني، وحبه حاجات مختلفه مش تقليديه كده. تعالوا نروح نشوف بيت الزواحف بقى اللي هنا، اللي برضو فيه زواحف غريبه شويه زي الحيوانات اللي شفناها. ده الكلب اهو بس اللي بيمشي يلف في حديقه الحيوان اللي قلت لكم عليه من شويه، بيفضل يلف حوالين الناس واليف جدا ما بيهوهوش حتى خالص، بس طبعا لو بتتضايق منه بتقول للراجل اللي هنا يحطه في القفص عادي مفيش مشكله يعني، بس ما تقلقوش منه، طيب خالص وما بيعملش اي حاجه. تعالوا بقى نشوف بيت الزواحف اللي موجود هنا، ونبص على الزواحف اللي هنا بصه سريعه كده لان فيها حاجات مختلفه برضو. دي حربايه اهي منظرها يخض شويه. الزواحف هنا حجمها كبير حبتين عن المعتاد، ديلها لوحده اصلا بطول حربايه تانية جنبها. وده تمساح صغير اهو مع نفسه،
وفي هنا نوع تاني من الحرابي برضو جلدها سميك قوي زي التماسيح بالظبط وحجمها كبير كالعاده. وده تعبان بقى اهو، وده تعبان صغير ورفيع كده، وده تعبان تالت برضو حجمه متوسط اهو. في انواع كتير من التعابين هنا حاطينها، وانواعها واشكالها مختلفه كلها عن بعض. في بقى 2 سلاحف كبار كده حاطينهم في مكان مفتوح، ممكن تدخل عندهم على فكره وتتصور معاهم صور حلوه، وممكن الراجل يطلعها لك تمشي جنبك بره لو حابب عادي، وهم بره طبعا بتبقى الصور احلى. ودي حربايه برضو تانية اهي، بصوا طولها عامل ازاي، طول الديل بتاعها اصلا لوحده حاجه فظيعه يعني، ومخطط كده شكلها غريب قوي. وفي برضو نسناس هنا، بس النسناس ده رابطينه لانه شقي شويه. وده تاني نسناس موجود هنا وبيفضل يتنطط اهو زي ما انتم شايفين. في هنا برضو نسر وحدايه وبرضو حبه طيور جارحه كده موجوده هنا رابطينها برضو عشان ما تاذيش حد، بس ممكن تتصوروا معاهم عادي. وفي بغبغانات برضو جميله اهي ولونها اخضر شكلها حلو قوي. يعني في حبه طيور برضو ايه موجوده جنب الزواحف هنا حاطينها معاهم. وهنا واحد من التيم بيبقى مسؤول عن الزواحف بيطلعها لو حد عايز يشوفهم من قريب. زي ما قلت لكم هما بيبقوا معاكم خطوه بخطوه، واي حاجه عايزينها هما بينفذوها. فهنا مطلع حربايتين اهم عشان نشوفهم من قريب. دول شكلهم صغير ومعقول طبعا مش زي اللي فاتوا خالص، فما فيش منهم خوف. وزي ما انتم شايفين عمال يلعبهم عادي اهو، بتبقى حاجه حلوه، بيعملوا جو كده غير لما تشوفهم جوه البيت الازاز اكيد. ممكن طبعا تمسكوهم برضو، بس لو اطفال او حاجه ابقوا رشوا كحول على ايديهم بعديها احتياطي برضو. والحاجات دي بقى اللي بتميز جنينه الحيوانات هنا، بتحس ان كله مهتم بيك وعايز يوريك كل حاجه براحتك، غير لما تبقى عمال تلف وتتفرج كده وخلاص. تعالوا بقى نكمل ونشوف بقيه الحاجات التانيه اللي موجوده هنا. ده تعبان رابع بقى اسمه أصلة شبكية. التعبان ده سنه صغير جدا، لكن الكبير بتاعه بيبقى من 10 ل 16 متر، حاجة عملاقة جدا. والراجل بيقول لي ان النوعية دي اصطادوها قبل كده بره بعد ما بلعت 3 بني ادمين والعياذ بالله. وهنا في تعابين تانية اهي قدامكم، واحد متوسط وواحد صغير شوية. يعني هتشوفوا هنا انواع كتيرة جدا من التعابين. فهنا هتشوف كذا نوع من الحرباية وكذا نوع من التعابين، غير التمساح والسلحفة والقنفذ الصغير والطيور الجارحة والكلام ده. وكل ده مفتوح على حديقة الحيوانات عادي، مش في بيت زواحف لوحده يعني، زي نظام حديقة حيوانات كده اسكندرية أو الجيزة. لا هنا الدنيا مفتوحة بس ليها اريا برايفت لوحدها. والنسناس ده عاجبني قوي، ما بيهداش، عامل قلق لنفسه كده. يعني ده لو مفكوك هيهيز، بس هو حلو للفرجة وملفت جدا للأطفال الصغيرة. تعالوا بقى نشوف الاريا بتاعت النافوره. بس كلمه اخيره كده عن حديقه الحيوان. حديقه الحيوانات هنا ممكن الناس تشوف التيكت بتاعها غالي شويه بالنسبه لاي حديقه حيوانات تانية موجوده في مصر، بس السيستم اللي معمول هنا والتيم المسؤول عنها حاجه في منتهى النظام والاحترافيه. بيرحبوا بيك بطريقه كبيره ويعملوا لك اي حاجه انت عايزها. وفيها انواع حيوانات زي ما شفنا مستورده مش هتلاقيها كتير في مصر، زي الكانجرو الاسترالي والفراخ وحبه الزواحف والكلام ده. وكمان هي لسه جديدة، فكل حاجة هتلاقيها بخيرها ومعمول لها رعاية جامدة، فهي تستحق الزيارة لو في استطاعتكم ما تفوتوهاش. تعالوا بقى نروح نشوف الاريا بتاعت النافورة والكافيهات. ده الباركنج الفري بتاع المطاعم اللي شفناه في اول الفيديو، وده المدخل بتاعه اهو. تعالوا نشوف الفيو والدنيا جوه عاملة ازاي مع بعض سريعا كده برضو. هنا في رمبات في كل حتة عشان لو معاك سترولر للأطفال، ودي بقى الليك اللي فيها النافورة الراقصة، حاجة كده تفتح النفس زي ما حضراتكم شايفين قدامكم. الاريا دي كلها مطاعم وكافيهات حوالين النافوره، وهوريكم منيو واحد منهم دلوقتي. وده ستاربكس اهو، اول لما بتدخل بتلاقيه على شمالك. تعالوا نشوف حبه كافيهات تانية برضو هنا عشان تبقوا عارفينها كلها. النافوره مساحتها كبيره جدا زي ما حضراتكم شايفين، وكل المطاعم والكافيهات اللي هنا الفيو بتاعتهم عليها دايركت كده. وفي مطعم اندريا هنا اهو، وده من اشهر المطاعم هنا، والقعده فيه كانك قاعد في الميه. الليفل بتاعها جنب ليفل الليك بالظبط، فبتاكل وانت نفسك مفتوحه على الاخر بقى. وكل اللي هناك دول مطاعم وكافيهات برضه هوريها لكم عشان لو عايزين تيجوا لحاجه معينه فيها تبقوا عارفينها. وعلى فكره المكان ده افتتح مؤخرا من 3 أو 4 سنين كده، بعيدا عن الاريا بتاعت حديقه الميرلاند نفسها. وادي النافوره اهي بزوم لكم عليها عشان تبقوا شايفينها برضه، بس هي مش شغاله حاليا للاسف. جنب ستاربكس بقى اول لما بتدخل بتلاقي في مطعم اسمه كاستروني، قعدته اندور بس مش عامل قعده اوت دور. وفي بعديها كافيه اسمه نيشي، معرفش صيني ولا ايه اهو اللي قدامكم ده. وجنبه مطعم كروستا ايطاليان، وعاملين قعده اوت دور كده قدامهم، حاجه جميله جدا وشكلها بصراحه حلو. يعني لو عايز تقعد اندور في التكييف ماشي، عايز تقعد اوت دور بالفيو الجميل ده جنب النافوره دايركت ماشي برضو زي ما انت حابب. تعالوا بقى نشوف جزء تاني من الكافيهات والمطاعم اللي هنا بعد ما تلفوا حوالين النافوره شويه. ده الجزء بتاع كروستا ايطاليان ونيشي اهو اللي قدامكم هناك، ده اللي كنا فيه دلوقتي. بعد ما تمشوا شويه في كافيهات ومطاعم تانية هنا برضو بفيو احلى كمان من اللي فات. بصوا هنا القعده قريبه جدا من النافوره. النافوره دي لما بتشتغل بتبقى شكلها جميل جدا، بس في صيانه اليومين دول للاسف، وهتشتغل تاني قريب.
هنا بقى في مطعم اسمه اسبيرانتو، مساحته كبيره زي ما حضراتكم شايفين، وعامل شاشه كبيره كده لو حد عايز يتفرج على ماتش بقى ولا حاجه، قعدته رايقه وجميله. وهناك في مطعم اسمه كلاسيك روك، وهوريلكم جزء من المنيو بتاعه دلوقتي لانه ده اشهرهم هنا، وبيبقى فيه ناس كتير وقعدته الاول دور اقرب حاجه للنافوره. تعالوا نشوف جزء من المنيو. ده الفطار مثلا الكونتيننتال ب 175، والكلاسيك ب 275، والسموكد بيف ب 230، والسموكد تركي ب 225. وده جزء من البيكري اهو، اسعار الكرواسونز اهي. ودي بعض اسعار السندوتشات برضو. الكلاب ب 265، والجريلد تشيكن ب 250، والتشيكن روك ب 250. وادي بقيه انواع السندوتشات اللي هنا واسعارها برضو، والديتيلز بتاعت كل سندوتش تحتيها اهو. ودي البيتزات بقى هيك كوين والسي فود والتونه باسعار كل واحده منهم. وفي برضو هنا البيتزا الجمبري والانشوجه اهي ب 345. والاطباق الرئيسيه برضو اهي، دي اطباق التشيكن كلها باسعارها. ودي السي فود اهي بالديتيلز بتاعت كل طبق برضو منهم. والحلويات كمان اهو، الشوكولاتات والايس كريم والحاجات المحببه للبنات دي كلها. وهنا المشروبات بقى اهي، ادي القهوه بانواعها كلها اهي برضو. وادي بقيه الحاجات السحلب وحمص الشام والهوت سيدر وكده. وهنا الايس كوفي والايس تي برضو بانواعها كلها والكلام ده. وهنا بقى العصائر الفريش والسموزي اسعارهم في حدود ال 100 جنيه اهو قدامكم. وادي الفريش كوكتيل برضه اهو. انا وريت لكم المنيو ده عشان تبقوا عرفتوا الاسعار هنا الدنيا ماشيه ازاي فيها كلها برضه. هنزل لكم فيديو بقى جزء تاني للحديقه نفسها عشان ما اطولش عليكم. هنشوف بقى الكيدز اريا والملاهي والعاب الشباب اللي هنا، والسينما ال9 دي وحرب الالوان والاسلحه وكل حاجه موجوده هنا بالتفاصيل. والحديقه بقت مذهله بجد، اي حاجه تتخيلها موجوده هنا زي ما هنشوف مع بعض في الجزء التاني. ما تنسوش بقى تعملوا سبسكرايب على طائر البطريق اللي بيبص لكم تحت ده، ومستني تشرفوني بلايك وبرايكم في الكومنتات برضو لو في اي حاجه عايزينها. واشوفكم الفيديو الجاي على خير ان شاء الله.